رحمة الله تعالى وبركاته. لنا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من الملعب البلدي ببرشيد، ولقاء الجولة الخامسة عشر، الجولة الأخيرة عن شطر الذهاب، لقاء الغيجمع بعد قليل بين فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق المولدية وجدية. الرجاء للحفاظ على الصدارة ولمن البحث عن اللقب الخريف، اللقب الرمزي، في تنافس قوي مع فريق الجيش الملكي، فيما المولدية وجدية صاحب الرتبة الحادية عشرة من أجل إنهاء شطر الذهاب في مرتبة أفضل مع رفع المعنويات قبل لقاءات الإياب. على مستوى تقنية الفار وتقنية الفيديو، محمد بلوط ومحمد فرح. طقس كما قلت طقس بارد، نتمنوا الحراره تكون على مستوى اكيد ارضيه الملعب في غياب الجماهير. الرجاء للفوز امام فريق الوداد، كنعرفوا القيمه ديالو معنويا اكثر من رقميا. الرجاء يدخل من اجل تحقيق ومواصله النتائج الطيبه، والمولي وجديه كما قلت من اجل تاكيد النتائج التي تحققت مؤخرا. لعبت كره طويله بالراس، تدخل وابعاد الكره من طرف اسماعيل مقدم. المستوى العالمي فريق الرجاء كيبقى دائما المكان الطبيعي والبحث على الالقاب. هذه فرصه نوفل الازروني، تمريره، تدخل الدفاع وابعاد الكره، تدخل ابعاد الكره خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء من الجهه اليسرى. نتابعوا هذه المحاوله، نوفل الازروني يمرر وتدخل الدفاع. لاحظوا التمريرات العرضيه ديال نوفل الازروني بالرجل اليسرى لمهدي مبارك. ادم النفاتي، مشات كره في الجهه اليمنى مره اخرى. محمد بوركسوت، لاحظوا العوده ديال لاعبين فريق المولديه وجديه. بوركسوت رفع الكره داخل منطقه جزاء نوفل الازروني، كره مشات فوق المرمى. نوفل الازروني نقول له يعني ما شدش في الكره الاخيره كما سنتابع. لاحظوا فقط لمس الكره اللي مشات فوق المرمى، اللي لمست الشباك الخارجيه. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب نوفل الازروني. مشات كره في الجهه اليمنى، يسري بوزوق. بوزوق كيبحث على انه يراوغ التدخل واسترجاع الكره. كذلك العوده ديال اللاعبين، العوده ديال يوسف انور وشعيب فيدل. تعود المحاوله، فرصه تدخل الحارس، فرصه وتدخل الحارس. صابر بوغرين يسدد وزياد العفصه في المكان المناسب يتمكن من ابعاد الكره. محاوله شكلت خطوره على دفاع وعلى مرمى فريق المولوديه الوجديه. عبد الله خفيفي كيلعب كره طويله بتجي لاعب نوفل الازروني، نوفل الازروني ممتازه. تمكن نوفل الازروني انه يوصل للكره، لعب الكره بالراس ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب. سرعه نوفل الازروني وانطلاقات نوفل الازروني، لاحظوا من وراء ظهر المدافعين، خروج الحارس زياد العفصه، ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب. كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله من فريق الرجاء، ودائما بواسطه اللاعب نوفل الازروني. وجود يوسف انور، الفريق اللي اعطى كذلك الثقه لعدد من لاعبين ديال الامل، وهذا مهم جدا بانه اللاعبين ديال الامل كذلك انه ياخذوا المكان ديالهم. الحديث حول لاعب حبيدي ويوسف مالكي وصلاح بوخنيفرات في الوقت. وهذه المحاوله وهذه الفرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه. امين صوان شريبل، والكره التدخل ديال عبد الله خفيفي اللي كيبعد الكره للزاويه. كانت فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه بواسطه اللاعب امين صوان. انطلاقه والسرعه كما سنتابع. لاحظوا ما كانش هناك وضعيه تسلل، مشى اللاعب امين صوان الدخول داخل منطقه جزاء، قيد يحاول يمرر. نلعب الان الخمس دقائق الاخيره من الوقت الاصلي لهذه الجوله الاولى، فهدف اكيد بانه غادي يكون عنده يعني الواقع ديالو. انت المحاوله شعيب فيدي بالجهه اليمنى، فيدي دخل داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه تسديده، تدخل الحارس انس زنيتي في الوقت ليوسف انور كان كينتظر الكره وطلب من شعيب فيدي بانه يلعب الكره فوق للحارس انس زنيتي. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق الرجاء. يدير لقماني فقط للاعب ادم النفاتي داخل منطقه الجزاء، كرة خارج أرضية الملعب وشرط فائدة فريق البولودية الوجدية، ولكن تأتي صافرة الحكم محمد البارودي لتنهي أطوار هذا الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق البولودية الوجدية. اكيد بانه انهاء شطر الذهاب بدون هزائم لجانب فريق النهضه البركانيه، فاعتقد بانه سيكون يعني من الامور المهمه والمهمه جدا بالنسبه لفريق الرجاء. اذا طلقت الجوله الثانيه، نتمنى بان 45 دقيقه انه يكون فيها اثاره ويكون فيها تشويق وتابعوا فيها اهداف. لعبات الكره طويله. ذكر من جديد تشكيله ديال الفريقين. ناس زنيتي في حراسه المرمى، هذه فرصه عند اللاعب محمد بوركسوت يمرر نوفل الزروني، تدخل الدفاع دائما الخطوره. صابر بوغرين، الكره بالكعب ولكن تمر جانبا. الكره بالكعب تمر جانبا من المرمى ومن القائم الايمن لمرمى الحارس زياد العفصه. يوسف بالعمري اللي لعب الكره بالكعب ولكن مرت جانبا. تابعوا المحاوله، انطلاقه ديال محمد بوركسوت، لاحظوا التمريره، تسديده نوفل الزروني، رجعت الكره صابر بوغرين، ولاحظوا اكيد تلعبات الكره
بشكل ممتاز بالكعب من يوسف العمري اللي حاول يغالط الدفاع ويغالط كذلك حارس المرمى. الذي يقود هذا اللقاء ويقود هذه المواجهه. في الوقت هذا المحاوله انطلاقه ديال يوسف انور شادي عمل يوسف انور البحث على لعيب امين صوان والكره تخرج جانبا. امين صوان الكل اعتقد بان الكره في الشباك. امين صوان كان بامكانه يسجل اولى اهداف هذا اللقاء وهذا المباراه في فريق البلوديه الوجديه. نتابع هذا المرتد الهجومي امين صوان، خروج ديال انس زنيتي يسدد والكره تمر جانبا. تعطيه هذه الفرصه كانت سانحه لتسجيل في فريق البلوديه الوجديه. مهدي مبارك، صابر بوغرين لمحمد بوركسوت وصل الكره تمريره داخل منطقه الجزاء. دي فرصه والحكم المساعد كيقول بان الكره خرجت. كانت محاوله لفداء فريق الرجاء. تابعوا من جديد انطلاقه ديال محمد بوركسوت. لاحظوا التمريره طويله شيئا ما، كما اعتبر بان الكره جوزت خط المرمى وضربت مرمى. مهدي مبارك لمحمد مكعازي والكره وصلت لمحمد بوركسوت. يسري بوزوق في الوقت اللي مهدي موهوب يستعد. ورقه هجوميه غادي يرمي بها المدرب الالماني جوزيف زيمباور. بوركسوت ليسري بوزوق مره اخرى عند محمد مكعازي لصابر بوغرين. فرصه لهدف الهدف. صابر بوغرين الرجاء بعد ما صبر تقريبا 63 دقيقة ينجح في تسجيل الهدف الأول بواسطة صابر بوغرين. تسديدة قوية تعانق شباك الحارس زياد العفصة، وهدف أول لفائدة فريق الرجاء. فرحة كبيرة للمدرب الألماني جوزيف زيمباور بهذا الهدف، وبالتالي الهدف جاء من تسديده قويه وتسديد كان حل الحلول امام فريق الرجاء. لاحظوا صابر بوغرين يسدد امام جوج ديال المدافعين، تمكن ان يوضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه التسديده القويه الارضيه التي تغالط الحارس زياد العفصه. اذا النتيجه كتغير. انطلاقه من جانبنا عند عماد سربوت جودي عمل. عماد سربوت محتفظ بالكره كيبحث على اللاعب الحبيب بريجا مره اخرى على مستوى الجانبنا للاعب يوسف انور رفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه وكره مرت جانبا لمحاوله وفرصه لفائده فريق البلوديه الوجديه بواسطه اللاعب نادر اللقماني. كان بامكانه يوضع الكره في شباك الحارس انس زنيتي. لعبات تمريره ولو ان اعتقد انه نادر اللقماني ما انتظرش من الكره. مهدي موهوب، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء عند اللاعب نوفل الزراوني شحال يعمل دائما فرصه الهدف الثاني والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب مهدي موهوب واولى اهدافه بقميص فريق الرجاء. اكيد بانه الكل سيدون بان هذا هو اول هدف للموهوب مهدي موهوب الذي تمكن من وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. تمريره من الجهه اليسرى من نوفل الزراوني، رجعت الكره من بوركسوت ثم مهدي موهوب الذي يضع الكره في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. لاحظوا يعني اعتقد نوفل الزراوني حاول يسدد مباشره للمرمى. مهدي موهوب في المكان المناسب يضع الكره في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. تابع هذه المحاوله محمد بوركسوت حديث مع حكام الفار، تواجد محمد بلوط ومحمد فرح. اذا سيكون متابعه الصوره والاعتماد الان على تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. سنتابع شنو الامر الان اللي غيتابعوه. هل اذا كان الحكام نعلن ان هناك يمكن خطا البناء الهجومي. الحكم غادي يتاكد هل كان هناك خطا على المدافع الوجدي حمزه بويمغيط خلال هذه العمليه اللي عطات الهدف. اذا هذه الصوره الان اللي كيتابع الحكم محمد البارودي حتى انه اكيد انه يتاكد من اللقطه الاخيره والصوره الاخيره. اذا الحكم بعد متابعه الصوره كيقول بان هناك خطا، بالتالي الغاء هدف مهدي موهوب. صباح النتيجه 1-0 لفائده فريق الرجاء والغاء هدف مهدي موهوب كينتظر المسانده كيمرر في الوسط عند مهدي مبارك للاعب نوفل الزراوني. مشات كره عند يسري بوزوق شاد يعمل يسري بوزوق تمريره فرصه الهدف هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. هدف ثاني مهدي موهوب. اذا هذا المره يدون اسمه
في سجل موقع اهداف فريق الرجاء مهدي موهوب، اصرار كبير جوزيف زيمباور، اكيد ورقه رابحه. مهدي موهوب بعد ما سجل هدف تم رفضه، اذا هدف في انتظار اكيد تاكيده. نتابع تمريره ممتازه من يسري بوزوق نحو مهدي موهوب، لم يتمكن اللاعب حمزه بومغيط من ايقاف الكره في الوقت اللي مهدي موهوب امام المرمى يضع الكره في الشباك. اكيد بان مهدي موهوب سينتظر القرار ديال الحكم من اجل تاكيد. اذا نتابع الخط الامامي، اذا ما كانش هناك تسلل على لاعب مهدي موهوب في الكره الاخيره، وبالتالي هدف صحيح لفائده فريق الرجاء. هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، مهدي موهوب شاد يعمل، موهوب محاوله المراوغه، موهوب تدخل وابعاد الكره، تدخل الحكم كيكون ما كاينش هناك خطا، كانت المطالبه بالخطا. الحكم طلب مواصله اللقاء. الحكم الان كيوقف اللاعب. هناك اصابه ديال نوف الازروني في الوقت اللي هناك بعض الاحتجاجات من لاعبي ديال الفريق المولوديه الوجديه. نوف الازروني مازال ساقط فوق ارضيه الملعب. اكيد ان هناك حديث بين الحكم وحكام الفار، اذا الكل ان وقف في انتظار استئناف اللاعب، وكذلك في انتظار القرار ديال حكم المباراه. الكل ينتظر للقرار يمكن انه يعلن عليه حكم لقاء وحكم المباراه. اذا الحكم اعتقد بعد متابعه الصوره انه ما كانش هناك خطا. فوز فريق الرجاء بهدفين الى شيء، هدفي صابر بوغرين ومهدي موهوب اللي تمكن من تسجيل الهدف الثاني.